في حلقة جديدة من سلسلة التعريف بالشخصيات اخترت شخصية من مارفل مش واخدة حقها قوي في الميديا، وده شيء منطقي الحقيقة لأن الشخصية دي عبارة عن بطة اسمها هاورد. البطة دي جاية من عالم تاني بيحكمه البط، ولما جه لعالمنا أصبح محقق وبيساعد العديد من الأبطال الخارقين. فخلينا نشوف قصة هاورد ذا داك ونعرف أكتر عن العالم بتاعه، إزاي جه لعالم مارفل الرئيسي وإيه الدور اللي بيلعبه هناك. هاورد ذا داك ليه عدة نسخ وسط الأكوان المتعددة في مارفل، بل كمان ليه فيلم بيحمل اسمه اتعرض في الثمانينات، وبرضه كان ليه كام ظهور سريع في عدة أفلام من عالم مارفل السينمائي. لكن في الفيديو هنا احنا مش هنركز على كل النسخ دي، بل هنركز على النسخة اللي بتظهر في قصص عالم مارفل الرئيسي للكوميكس اللي اسمه ايرث 616. في العالم بتاعنا وفي ايرث 616 الإنسان هو أذكى كائن على الأرض وهو اللي بيسود الكائنات كلها. لكن في كون تاني، بالأخص كون ايرث رقم 791021 في كوكب اسمه داك وورلد، ما كانش فيه إنسان، بل الكائن اللي اتطور وبقى ذكي كفاية إنه يسود الكوكب هو البط. البيضة اللي فيها هاورد فقست على الكوكب ده، وهو صغير أثبت إن عنده ذكاء مرتفع جدا، لكن بسبب ذكائه ده كان دايما بيبقى هدف للمتنمرين اللي في المدرسة. علشان كده قرر إنه يسيب أي نوع من التعليم، ولما كبر جرب يشتغل في مجالات كتير، لكنه كان دايما بيواجه مشاكل في الشغل بسبب أسلوبه المشاكس في الكلام، ومن ساعتها هو هاورد عواطلي. هاورد بيبدأ عالم المغامرة خلال أحداث العدد ال19 من المجلد الأول من سلسلة فير، واللي كان برضو أول ظهور ليه. في العدد ده بنكتشف إن بطريقة ما هاورد ذا داك اتنزع فجأة من العالم بتاعه وجه العالم بتاع ايرث 616، وكان مستغرب جدا من العالم ده علشان بيحكموا قرود ما عندهاش شعر وبيتكلموا، اللي هم البشر يعني. وهاورد البطة اللي بتتكلم ولابسه هدوم كان شايف ان دي حاجة سخيفة جدا. هاورد بعد كده بيكتشف انه مش لوحده اللي اتنزع من عالمه، بل برضه في شخص اسمه كوريك ذا بارباريان من عالم تاني برضه لقى نفسه جه العالم ده ومش عارف ايه السبب. الاتنين دول اتقابلوا في المستنقع بتاع الوحش المسمى بالمان ثينج، وكوريك وهاورد ومساعدة المان ثينج نفسه بدأوا يدوروا على طريقة يرجعوا بيها للعالم بتاعهم. التلاتة بدأوا يفهموا شوية ايه اللي بيحصل لما قابلوا ساحر اسمه داكيم ذا انشانتر. وداكيم ده قال لهم ان في حاجة اسمها نيكسس اوف اول رياليتيز، عبارة عن مكان بيجتمع فيه كل الاكوان والابعاد المتوازية، ويمكن خلاله الانتقال من كون لكون اخر. المشكلة ان في شرير اسمه السوق بيهدف للسيطرة على الاكوان المتعددة تلاعب بالمكان ده، وتسبب في ان المحور الكوني اللي بيربط الاكوان ببعض تم عكسه بشكل تسبب في صنع بوابات بين الابعاد. اي كلام في التلاجة. بعد كده الاربعه دول اتحدوا مع ساحره اسمها جينيفر كيل علشان يصلحوا النكسس اوف اول رياليتيز ويهزموا سوج. لكن اثناء انتقالهم بين الابعاد هاورد ذا داك وقع في الفراغ اللي بين الابعاد دي، والمفروض انه كده مات. في النهايه الفريق ده بيقدروا بالفعل يهزموا السوج وبيقفلوا البوابات اللي بين الاكوان، وكل واحد بيرجع للكون بتاعه. لكن ايه اللي حصل لهاورد؟ ده بنعرفه لاحقا خلال عدد بعنوان جاينت سايز مان ثينج، وبنشوف ان هاورد فضل يقع وسط الفراغ ده لمدة شهور. لكن اخيرا هاورد وقع في وسط عالم من العوالم، ولما بص حواليه لقى شجر وبيوت، وفرح جدا انه اخيرا رجع لوطنه. لكن في اللحظة دي مجموعة من الاطفال شافوه وسألوه انت كويس؟ هاورد اتخض لما اكتشف انه رجع تاني للعالم بتاع القرود اللي من غير شعر اللي بتتكلم، وبنفهم انه وقع تاني في كون ايرث 616. طبعا الاطفال بقوا مستغربين انهم شايفين بطة بتتكلم، وهو قال لهم مالكوش دعوة، سيبوني في حالي وقولوا لي على اي محل اشتري منه سجاير. هاورد فعلا راح المحل وادى فلوس للبياع. الراجل ما كانش شايفه وخد الفلوس وهو مديله ظهره، لكن لما بص على الفلوس لقى دولار مرسوم عليه بطة. الراجل افتكره حد بيهزر ولسه بيلف علشان يتخانق معاه، لقى نفسه باصص لبطة، وطبعا فقد النطق تماما. في نفس القصة دي هاورد بيحارب اول عدو ليه وجها لوجه، واللي كان جاركو ذا مان فروج. ده واحد شرب سائل كده غامض خلاه تحول لضفدع عملاق. هاورد بالفعل دخل معاه في معركة حاول انه يهزمه خلالها باي شكل، لكن لحسن حظه السائل اللي الراجل شربه فضل مفعوله شغال وخلاه يتحول لضفدع حقيقي صغير. لكن لسوء حظه البوليس وصل في نفس اللحظة وافتكروا ان هاورد هو الوحش اللي الجيران بلغوا البوليس عنه، وهاورد اتقبض عليه وقضى اول يوم ليه في كون ايرث 616 في السجن. بعد عدة ايام في الزنزانة الشرطة اضطرت تطلق سراحه لانهم ما درسوش في الكلية يعملوا ايه لما يقبضوا على بطة. وهاورد دلوقتي بقى طليق لكنه مش عارف ازاي يتأقلم ويعيش في العالم الجديد ده. هاورد قرر انه يحاول يقنع الشرطة انهم يشغلوه معاهم كمحقق، وفرصته جات مع ظهور البقرة اللي اسمها هيلكاو، ودي تبقى بقرة مصاصة دماء قتلت عدة مزارعين. هاورد قرأ عن الجرايم دي في الجرايد وقرر انه يقبض عليها، وبكده يقدر يقنع الشرطة انهم يشغلوا معاهم. وبالفعل اتنكر
على شكل انسان وبدأ يتجول في المدينة بحثا عن البقرة مصاصة الدماء دي، لكن الهلكة وهي اللي لقت هاورد. وبالرغم من صعوبة مواجهة بقرة مصاصة دماء خصوصا لو انت بطة، هاورد قدر انه يهزمها باستخدام مطرقة وعصاية خشبية، وبالفعل دق العصاية جوه قلب البقرة، والبقرة المفروض انها ماتت. الشرطة وصلت في الوقت ده، وهاورد فضل يقول لهم ان البقرة دي هي القاتل اللي بيبحثوا عنه، لكن طبعا الشرطة رفضوا يصدقوا الكلام ده كله، ورفضوا انهم يشغلوا معاهم. وبالمناسبة بنكتشف ان هيلكا وما ماتتش وظهرت لاحقا في مغامرة مع ديدبول. بعد نهاية القصة دي هاورد اتعمل له سلسلة كاملة بعنوان هاورد ذا دوك، وفي العدد الاول منها بنكتشف ان هاورد جاله اكتئاب بعد اللي حصل له في القصتين اللي فاتوا، وبقى يفكر في الانتحار، وبالفعل تسلق برج علشان ينط من فوقيه، لكنه اكتشف انه جواه بنت مسجونة اسمها بيفلي سويتسلر. هاورد قرر انه ينقذها، وده حطه في مواجهة مع الشخص اللي خاطفها واللي يبقى ساحر شرير اسمه بروراتا. الساحر ده قدر انه يهزم هاورد، وهاورد لقى نفسه مسجون هو كمان جنب بيفلي. في الوقت ده بنعرف ان بيتر باركر اتبعت في مهمة صحفية علشان يحقق في اخبار ظهور بطة بتتكلم في مدينة كليفلاند. باركر بالفعل بيروح لكليفلاند على هيئة سبايدر مان، وهناك بيلاقي البرج اللي فيه الساحر وهاورد وبيفلي، وخلال معركة سبايدر مان بمساعدة هاورد قدروا يهزموا الساحر، وبعدها هاورد وبيفلي شكروا سبايدر مان، وبكده سبايدر مان كان اول بطل خارق مشهور يتعامل مع هاورد ذا دوك. من ساعتها هاورد وبيفلي بقوا اعز اصدقاء، وهاورد بقى عايش معاها في شقتها كمان، بل بيفلي شاركت هاورد في العديد من مغامراته ضد اشرار كتير اهمهم عدو اللدود دكتور بونج. هاورد برضه تحالف مع ابطال كتير زي ذا ديفندرز وبين رايلي وجارديانز اوف ذا جالاكسي وجوين بول وغيرهم كتير، وخلال كل المغامرات دي هاورد ذا دوك بدأ يتعود على العالم الجديد، بل وبدأ كمان يتعلق بيه ويحبه. بالنسبة للقدرات الخارقة بتاعته، فهاورد ما عندوش اي قدرات خارقة تذكر غير انه ممكن يتعمل عليه شوربة حلوة مثلا، لكنه عنده بعض المهارات اللي بتساعده في مغامراته زي ذكاء كويس وسرعة في التعلم، حركة سريعة وردود افعال عالية، زائد انه متميز في فنون قتالية من عالم الدارك وورلد اسمها كواك فو. وده بيخلي هاورد منافس قوي في المعارك اليدوية، وبيخلي عنده إرادة قوية جدا. هاورد برضو اتعلم بعض السحر من دكتور سترينج، ودكتور سترينج نفسه كان بيشهد بقدراته. ده كده كل اللي محتاجين نعرفه عن تاريخ هاورد ذا دوك، وازاي جه لعالم مارفل، وازاي اصبح جزء منه. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وبرضو لايك لصفحة الفيسبوك، ولو حابين تدعموا القناة تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.